أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج The New Lebanon وفقرتنا أسرار الوفرة المالية مع فؤاد الدوم هالشهر الشهر الخامس، وهيدا آخر حلقة له معنا إن شاء الله أكتر بالمستقبل، بس هالشهر الآخر فضلوا معنا لأنه اليوم رح نحكي عن موضوعة الانتربرنورشيب. للأسف أكثر من 90% من الانتربرنورشيب فينتشرز تفشل، بس اليوم رح نحكي عن كيف فينا ننجح بالانتربرنورشيب، ورح نحكي عن الأخطاء المشتركة اللي بيوقعوا فيها رواد الأعمال. أهلا وسهلا فيك. Thank you again. عن جد بدي أعرف كل شيء عن هالموضوع، أنا انتربرنور نفسه، خبرنا شو Great. الأسرار؟ أول شيء تنقول من بعد كورونا، من بعد ما قعدنا بالبيت، أكثرية الأشخاص قعدت بالبيت وبعدت عن الشركة، لاحظت الناس إنه هاللايف ستايل حلو، إنه واحد يكون بالبيت يوعى ساعة اللي بده، ينام ساعة اللي بده، يشتغل من البيت. كانت في كتير ناس لقيوها هيدا الشيء مريح لهم. حرية. Exactly، اللي هي الحرية. مشان هيك إذا بدي أحكي ما رح أحكي وورلد وايد، رح أحكي عن لبنان. بلبنان نحن اليوم حسب الستاتستكس وكذا سيرفي انعملوا، لقيوا إنه كل شخص من أصل 3 أشخاص بده يكون انتربرنور، وعباله يكون انتربرنور. حلو تكون مديرك لحالك. أكيد هذا شيء، هذا حلم يمكن كل شخص. من زمان الناس ما كانت تفكر بهيدا الشيء، أو ليه الناس يلي كانت تفكر بهيدا الشيء؟ ليش؟ لأنه كانوا يعتبروا هيدا الشيء هو بس للمستثمرين، هن بس للناس اللي معها مصاري. هي مشان هيك كان في رائد الأعمال كان يعتبر الشخص يلي معه مصاري، مش الشخص يلي عنده فكرة قدران يطبقها. وبعدين التولز يلي كانوا موجودين ما كانوا يساعدوا الناس. مشان هيك هلأ صارت الإمكانية أهين. اليوم صارت أكترية الأمور عم تمشي على السوشيال ميديا، عم تمشي اونلاين، عم تمشي ديجيتال اليوم، وهيدا الشيء صار متوفر بين ايدينا. مشان هيك وهيدا الشيء عشناه غصب عنا، قطعنا بهالاكسبيرينس. ذاتس واي نحن صرنا مؤهلين، او صرنا منعرف وهيدي الكلمة الخطيرة، نحن صرنا منعرف لذة هيدا الموضوع، بس نحن ما منعرف، وفي كتير ناس للأسف ما تعرف كيف تمشي هيدا الموضوع. فكيف؟ صح. قبل ما احكي عن هاي النقطة بدي اقول شغلة. 20% من الاشخاص يلي بيكونوا انتربرنورز، يلي بيعتبروا واو انه عملوا شيء مهم، بيفشلوا اول 2 سنين. 45% بيفشلوا بعد 5 سنين، و65% بيفشلوا بعد 10 سنين. يعني صحيح قطع فترة طويلة. الفشل دايما مخبي على الطريق. Exactly. صرت خايفانة شوي افتح entrepreneurship. Don't be afraid، لأنه اللي جاي نحكي عنه نحن اليوم جاي نحكي عن الأخطاء يلي الناس بتعملها كانتربرنورز خلال الطريق. Exactly، خلال الطريق. الحمد لله. يعني مهم كتير هيدا الموضوع، لأن نحن جايين نساعد الناس اليوم يلي عباله يعمل انتربرنور، شو الاشياء اللي ينتبه لها، يكون واعي عليها، شو الاشياء اللي بيقدر يطبقها ليقدر ينجح خلال هيدي الفترة يلي هو عم يقطع فيها. حلو كتير. أول شيء لما شخص بيفتح انتربرنورشيب بفكروا بشيء يلي عنده شغف له، هذا الشيء صح ولا لازم نفكر أكتر شيء بشو ما بدهم الزبون بالعالم؟ مهضوم كتير اللي قلتيه، لأنه هيدا سبب فشل أكترية الانتربرنورشيب، إذا بدك الأعمال يلي الناس عن جد بتركض لتعملها. ليه؟ لأنه بيقولوا أنا عندي شغف يعني أنا رح أنجح، أنا بحب هاي الشغلة يعني أنا رح أنجح. نو. أنت اليوم في عناصر مهمة تانية. أنت اليوم في عندك ماركت، اليوم في عندك سوق لهالشيء اللي أنت عندك إياه. أنت اليوم شاطر كتير بصناعة الشراويل مثلا، بس اليوم ما بقى حدا يلبس شروال. طب ما أنت عندك شغف لإلها، بتقلي عندي شغف وبحبها، بس أنت اليوم بدك تعرف الماركت تبعك. هيدي 1. 2،
بدك تعرف انت اليوم قدران انك تعمل هيدا الشيء وتطوره. وهيدا هو سبب فشل أكترية الأعمال اللي الناس بتعملها أو الأفكار اللي الناس تطلع فيها مع الزمن، لأنه ما بيفكروا لبعيد. وهيدي الشغلة اللي كتير خطيرة، بلحق إحساسي والشي اللي بحبه، بس ما بلحق العناصر الأساسية لشخص يفتح أي بزنس. وكيف فينا نشوف شو بدهم المجتمع؟ اوكي جريت. اول شيء يلي نحن بدنا نعرفه، انا اليوم بدي اعمل ماركت ستادي، بدي اشوف اليوم بدي الطريقه اللي بدي افكر فيها الناس اليوم شو يلي الناس بحاجه له. اوكي، يلي انا اليوم بتميز عن غيري فيه. اليوم الناس بحاجه ل يمكن ما بعرف اغراض صغيره بتنبسط فيها او بتحبها. طيب انا اليوم قدران اني الاقي هيدا الشيء بالصين، اشحنه من هونيك وبجيبه على لبنان وشحنتهم وجبتهم وحطيتهم، ما حدا اشترى هيدا الشيء. ليه؟ الناس منا بحاجه له. الناس بتشتري للنيد، الحاجه لغرض، او لللكجري لغرض. يا انا بحاجه له، يعني عندي اهميه له، بحاجه له تقدر اعيش فيه، يا انه هيدا بالنسبه لي لكجري وهيدا شيء بيقدر يميزني عن غيري. والتميز شيء كتير مهم اليوم. أكتريتنا نشتري ساعة لأنه بتميزنا عن غيرنا، نشتري شوز بيميزنا عن غيرنا، نشتري منحب نتميز عن غيرنا بأمور. مشان هيك كل ما كان البرودكت متميز عن غيره، كل ما كان البرودكت مرغوب والناس عم ترغب فيه. وبلس إذا كان البرودكت في نيد له، في حاجة له عند الناس، ومعمول بطريقة الناس تقدر تعرف الفاليو، القيمة تبعه هو، ومدروس صح، والماركت تبعه مدروسة صح، بيقدر ينجح الشخص. حلو. وشو هو الخطأ الثانية؟ جريت. خبرك هيك قصة سريعة صغيرة. شخص بي اشترى لبنته سيارة، قال لها قبل ما تطلعي بالسيارة، قبل ما تاخديها، بدي اياك تروحي جربي تبيعيها بمعرض سيارات. معرض سيارات، قال لها بشتريها منك ب $10,000. رجع قال لها روحي رهني السيارة، راحت ترهن السيارة، قال لها تبع الرهن السيارة قديمة وعتيقة ما بيمشي حالها، باخدها منك $1,000، برهنها $1,000. بعدين اعطيها عنوان وقال لها روحي على هيدا العنوان. راحت على هيدا العنوان، رجعت لعنده متفاجئة، قالت له بياخدوا مني السيارة $100,000. ليك الفرق كتير كبير. فاستغربت شو كان هيدا العنوان. هيدا العنوان كان للكلاب يلي هالاشخاص بيحبوا نوع هيدي السيارة، كان كلاب لألن. وهيدا الخطأ الثاني، لما نروح عند الناس الغلط تنبيع البرودكت. بدنا نعرف هالبرودكت تبعنا لمين، عند مين رايحين نبيعه، وين رايحين نبيعه. ما في روح بيع اللكجري انا بمناطق فقيرة، ما في انا اليوم روح بيع تكنولوجي بمناطق ناس بعد عايشة على الاشياء البدائية. know your market، عرف الماركت تبعك. وهيدي واحد من الاخطاء يلي كتير بيوقعوا فيها، بيحطوا على السوشيال ميديا يلا بدنا نحط اد، اعرف وين، مين التارجت اودينس تبعك، العمر، المكان، البلد، الدروس، الماركت اودينس تبعك، عرف مين اني، وعلى مراحل اعمل اناليسيس، ومش يلا بنضل نحط وبنمشي. عرف مين اني in order to target them. حلو. ثالث خطأ، هذا خطأ كتير كبير، هو خطأ له علاقة بالشخص، له علاقة بالشخص يلي هو عم بده يكون انتربرنور. اول شيء انك تكون انتربرنور مش هي يعني انا فيك تقعد ساعة اللي بدك وتنام ساعة اللي بدك وتعمل كل شيء ساعة اللي بدك. هيدا الخطأ خطأ شائع كتير. هو نحن بس نبلش تنكون انتربرنورز ما بنحط اور استراتيجي. بدك تكون انتربرنور، انت عم تفتح شركة. لما بدك تفتح شركة بده يكون عندك كل العناصر موجودة بقلب الشركة. يعني انت اليوم المحاسب تبع الشركة، انت اليوم الاتش ار تبع الشركة، انت اليوم يلي بتحط الفيجن والميشن تبع الشركة، وانت اليوم مسؤول عن اوقاتك بالشركة وعن اهداف هيدي الشركة. اذا ما كتبتن، ما ايدتن، ما حطيتن قدامك، رح بيضلن وهم، رح بيضلن شيء منه موجود. وهيدا الشيء رح بيوقعك لانك تصير توعى مأخر، تصير تقصر بشغلك انت، وما بيكون عندك مومنتم.
ولما يكون عندك مومنتوم persistency and consistency كتير مهمين للانتربرنور. اذا ما عندك اياهم ومنك منظم وقتك رح بتلاقي حالك علعت اول شيء بعدين عملت شوت كتير قويه. في كتير entrepreneurs صغار وممكن بعضهم يعيشون مع العائله، وممكن العائله بتقولون انه شو عم بيصير مع البيزنس تبعك، ما عم بيروح على اي مكان وشي هيك. اذا كنت تقول انه اوكي لازم تكون صبور، شو في يعني رد فعل لهالكلام للاهل يلي فيك تعطي لهيدول الانتربرنورز تقول لاهلهم؟ حلوه الشغله انه اليوم ما حدا بيقتنع الا اذا يشوف قدامه. لما شخص يشوف قدامه شغله بيقدر يقتنع فيها. قد ما ضلك تقنع اهلك اليوم انه هاي الفكره كتير حلوه بدي بيع على هون ناس والفكره مطلوبه وكل هو الاخبار، انت شايفهم اهلك منهم شايفينهم. مشان هيك بدك تحطهم قدامهم، مشان هيك بدك ترسم خطه، والخطه تبعك لازم تكون مكتوبه ومرسومه ومنظوره. مشان هيك اذا بس بدك تقعد تشرح لشخص، اذا انا اليوم بدي اشرح لك انه فكرتي ناجحه، اذا بشرح لك اياها على الورقه والقلم، بشرح لك اياها قدامي، بخبرك شو الاستراتيجي اللي عندي اياها، اهين بكتير من اني اقعد خبرك بالهوا، لانه حتضل خبريه. وكتير هون بركز على شغله كتير مهمه وكتير انتبهوا لها، statistics. واليوم لما نقول لشخص الدراسات بتقول 1 2 3 غير ما اجي اقول له 1 2 3. انا بآمن في هيدا exactly. النسبات. الناس كتير بهمها تسمع أرقام. انه مش بس ارقام، تسمع السورس تبع الرقم، من وين جاي هيدا الرقم. اذا بيجي انا اليوم بحكي عن ادلر يلي هو من اهم الاشخاص، رح اتطرق لهيدي النقطه كمان، انه فرويد كان يقول كل شيء بيصير معنا هو اشياء بالباست واشياء قطعت معنا، بس ادلر اليوم بيقول لا، هي جولز، هي سيتنج جولز، ان الرؤيه اللي قدام. اذا انا اليوم بجي بقول لك ادلر هيك قال انه لازم نحط جولز لكرمال نتقدم، بتتحمسي بتقتنعي بالفكره. بس اذا اجى بيجي انا شخص بعيش انا وياك كل حياتي، بيجي بقول لك اذا بتحطي جولز تتقدمي بحياتك، ما كتير يعني، لانك شايفتيني بغير نظره. وهيدي الفكره مع الاهل بيشوفونا من نحن وصغار، بيشوفونا بغير وجه. مشان هيك بقول يا اذا بدك تشتغل جرب بعد عن البيت، او اذا كنتوا موجودين بقلب بيتكم حطوا وقت، يعني حددوا وقت. انا اليوم عم بشتغل من هيدي الساعه لهي الساعه، ما حدا يحكيني، وانت ما تلتهي. ما فيك اجي اقول لاهلي انا بلش شغلي على 9 بخلص على 6، ما حدا يحكيني بالوقت يلي انت بين 9 و6 انت اللي عم تلتهي وعم بتضيع كتير وقت. لما يشوفوك جدي ويشوفوك عم تشتغل شوي شوي قدران انك تغيرهم وتخليهم سهلين. حبيت النصيحة عن جد، لأنه معك حق. لما بيشوفك عم تشتغل يقولوا واو هذا الشيء حقيقي، مش بس بعقله. وآخر شيء للختام، في أي نوع من نوعات الانتربرنورشيبس هون اللي بيشتغلوا منيح بلبنان، مثلا دروب شيبينج، أي شيء اللي تنصح للناس بلبنان تبلشوا هون، ممكن للسالري راتب زيادة؟ جريت. هلا اذا بدنا نحكي اول شيء الدروب شيبينج، هذا شيء صار كثير زاد عندنا بلبنان، صارت الناس وعيت له اكثر بكثير. موجود بس الناس بعدها ما كثير بتعرف فيه. في كثير سيشنز عم ينعطوا، واليوم للاسف بنروح على على سيشنز دروب شيبينج او لامور ثانيه، بنروح بنلاقي 4 5 اشخاص قاعدين او 6 7 اشخاص. لا، لازم يصير في ناس تروح اكثر وتحضر سيشنز، في منهم عم يعملون فور فري ببلاش، يطلعوا على هي الموضوع لانه بلش يصير موجود اكثر، صارت الامور اهين. صحيح اليوم نحن بنقول في عندنا مشكله بالبنك اذا بدنا ندفع لبرا او ندفع، لا، بعدنا قادرين نحول مصاري وندفع لبرا. وانا شخصيا انا انتربرنور، از كوتش ام ان انتربرنور، بذات الوقت اي هاف ماي اون بزنس. يعني انا عندي برودكت اليوم بشحنه، بجيبه من الصين اليوم وبشتغل فيه هلا، وعندي اياه على الانستغرام، وعندي اياه على السوشيال ميديا موجود. مهم كتير اليوم. لا، في كتير اشياء نحن ناقصتنا بلبنان. بقول للناس
فتشوا الماركت بعدها فريش، قدرانين تلاقوا كتير افكار لكرمال تشتغلوا فيها، لكرمال تستثمروا فيها، ما تنغروا بس كفكره. وخاصه اذا بدنا رح اتطرق لموضوع صغير اللي هن انه انا اليوم باخذ كورس، انا صرت كوتش او انا صرت ترينر لانه اخذت كورس صغير ويلا بعمل انتربرنور وبصير درب اونلاين. لا، الامور منا هينه هالقد. لا، صار لنا سنين بندرس، صار لنا سنين بنتعلم، وبعدنا بنتعلم وبعدنا بندرس لنكون كوتشز، تنكون نحن انتربرنور از كوتشز. وبذات الوقت كمان من البزنس الثاني في ناس بتشوف واحد راح جاب قطعه بتركض لتجيب مثلها. طيب معرف الماركت، شوف بركي فشل، سو اعملوا ستادي، قدرانين تلاقوا كتير برودكتس. في ناس جابت برودكتس وفشلت فيهم، عرفوا السبب. وهيدا الشيء بخوف الناس. بتعمل ريسيرش بتلاقي برودكت، يما هذا البرودكت ما مشي بالسوق، بس ما بيسألوا ليه ما مشي بالسوق. وهذا الشيء صار معي انا بيرسونلي. انا ومرتي عملنا ريسيرش، لقينا برودكت في كتير ناس جابوه على لبنان ما عرفوا يشتغلوا فيه. نحن جبناه على لبنان، واليوم we are doing great بهالبزنس and we are the only owners of this product بلبنان. ليك لأي درجة؟ حلو كتير. والناس يلي ممكن راح يقولوا الناس ما عم بيشتروا لا، الناس ما للناس اوكي، الناس ما عم بيشتروا اشياء جديدة بهالفترة لأنه الوضع الاقتصادي بس بخليهم يشتروا الأساسيات. شو بدك تحكي لهم لهدول الناس؟ هون في مغالطة شوي بالموضوع. لا، أنا بقول لا، الناس بعدها عم تشتري، خاصة اليوث، خاصة الشباب، الأشخاص اللي بعدهم شباب واللي بلشوا شغل من وراء التروماز اللي قطعنا فيهم. صارت شوي صغيرة قصة الانفستمنت وأمور الانفستمنت أو ضب المصاري، صاروا شيء ما كتير بيعني لهم. بيهمهم ينبسطوا اليوم، بيهمهم يتسلوا اليوم، بيهمهم اللكجري اليوم. مشان هيك نحن اليوم إذا بنجي بنطلع البابات والنايتات اليوم مليانة، والأرقام منا صغيرة. اليوم بدك تدفع من 20 30 40 و50 ونوصل ل $70 على الشخص بقلب هيدا النايت. ليه؟ لأنه الناس بدها تنبسط، الناس بدها تتسلى. إذا بتعرف تلاقي the right product يلي الناس حتحبه وحتنبسط فيه، لا، الناس بتشتريه، الناس بتدبر له مصاري لتشتريه. وهذا نجاح الشعب اللبناني يلي بعده لهلا صامد ومكفى مع رغم كل شيء صار. دايما بيقول لك انا بدي هيدي الشغله، بسعيلها وبشتغل تجيبها. ما بقول ما في جيبها، بشتغل، بعلي حالي، بدبر لها مصرياتها وبجيبها. نحن هيك ومن زمان هيك ورح نضل هيك. ومشان هيك كنا عم نحكي عن المنطقة اللي أنا منها يلي هي جبال، يلي هن الفينيقيين. الفينيقيين اخترعوا السفن for this reason، تيروحوا ويبيعوا ويشتغلوا. نحن من أصلنا انتربرنورز، فحنضل انتربرنورز لأنه هي من جذورنا. حلو كتير عن جد، وكتير هيدي المعلومات كتير مثيرة للاهتمام، ويعطيك ألف عافية على كل هالمعلومات. إن شاء الله هيدي الحلقة، خصوصاً هالحلقة، عطاك أكتر أمل إنه فينا ننجح بلبنان بالنسبة للانتربرنورشيبس، للأعمال، للشركات. وإن شاء الله بنشوفكم من أحلى وأغنى الانتربرنورز. وميرسي، يعطيك ألف عافية. وإذا بدكم تربحوا 3 جلسات مجانية مع فؤاد، ما تفوتوا الفرصة تجاوب على كل سؤال بعد كل حلقة، وممكن فيكم تربحوا هالفرصة النادرة. يعطيك الف عافية. ثانك يو سو ماتش لك، وكانوا عن جد من أكثر الحلقات يلي حبيت انه اكون عم بعطي شيء للمجتمع يلي نحن موجودين فيه. وهيدا واجب علينا، مش بس شيء نحن عم نعمله، لا، هيدا واجبنا نحن كمان نكون عم نعطي. عن جد بنقدر هالمعلومات، لانه مع الناس ناجحين بلبنان فينا نشوف افضل صورة لبنان. اكيد. ميرسي. ثانك يو لك.